أعزائي المتابعين الكرة مع أكرم أبو إدريس، أهلا وسهلا بكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده النادي الأهلي قدم مباراة قوية قبل مباراة مقاولون العرب اللي هي بعد بكرة يوم 15 إن شاء الله، لأن أنا شايف مباراة مقاولون العرب لازم تتأجل. النادي الأهلي يوم 18 هياخد مباراة صعبة قوية جدا قصاد الترجي التونسي، لسه عنده سفر. يعني مباراة المقاولون العرب أنا شايف من وجهة نظري إن ملهاش لازمة، المفروض تتأجل زي ما تأجل ماتش الزمالك. نتمنى الفوز برضك للزمالك إن شاء الله، لأن مهما كان فريق مصري نتمنى له الفوز ويفوز بالبطولة، وإن شاء الله النادي الأهلي يفوز بالبطولة. اليوم كان في حكم مباراة النادي الأهلي، تحسوا كده حكم جايبينه من مركز شباب، حكم مش معروف، هم جايبينه أخطاءه كتيرة. حتى لو الأهلي تعادل أو تحتج على الحكم النهاردة سهل جدا وقف الحكم ثاني لغاية آخر الموسم، مش هتفرق معاه، لأن كده حكم محدش يعرفه. ضربة جزاء بتاعت النادي الأهلي شبيهة بضربة جزاء بيراميدز، يعني هي يعني صورة طبق الأصل، وأمر الدولة دي هو اللي حسبها الماتش اللي فات لو كان حكم رابع. يوضح لك ان في المنظومه التحكيميه فساد، وان الحكم في مصر موجه، والدوري موجه ان السنه دي ياخدها بيراميدز، لان هي ضربه الجزاء ضربت في اللاعب الماتش اللي فات، وبعد كده راحت ليده حسبت ضربه جزاء. النهارده هي الكره يعني صوره طبق الاصل، ومع ذلك ما تحسبش ضربه جزاء. وغير الهدف اتلغى بتاع النادي الاهلي بتاع التسلل، يعني هو مش تسلل، بيرسموا الخطوط براحتهم، بيعملوا اللي هم عايزينها براحتهم. منظومة تحكيمية فاسدة ومنحطة. شفنا البني في ماتش الزمالك والبنك الأهلي، الزمالك وسموحة، أفسد المباراة، طرد غير مستحق الحسام حسن. هي ضربة جزاء صحيحي، بس البنا يعني غلطان، يعني البنا مش هيحسب ضربة جزاء غير لو شد من التيشيرت وقطع له التيشيرت عشان يشوفها الغاسل، يعني اعمل نظر. يعني واضح الكل الاهلاوي ان هو زملكاوي بحت، هو وبتاع الاحتواء وخالد واحمد الغندور والشله الفاسده دي كلها وضحت يعني نفسها جو انها هي زملكاويه، وانها هي شغاله لصالح الزمالك وبتخدم الزمالك. والاعلام كله حاليا في مصر بصراحه انا اشهد ان الاعلام الزملكاوي اقوى من الاعلام المصري، وليه تاثير على الاتحاد اقوى من النادي الاهلي. بيعملوا اللي هم عايزينه، الحكام معاهم، الاتحاد معاهم، المنظومه كلها شغاله خدامه عند الزمالك، حتى في تسديد الديون، سدد ديون الزمالك ما بتفرقش معاهم. بس دي مش موضوعني، لان ما بيفرقش معاني، ان كده يعني هو الزمالك زي اي فريق في الدوري المصري، زي اسوان، زي سموحه، زي المحلي، زي مقاولون العرب، زي المصري، يعني مش هتفرق، لان ما فيش منافسه في مصر للنادي الاهلي. الف مليون مبروك للنادي الاهلي وعشاق النادي الاهلي، فوز مستحق، وهدف موديسك هدف صحيح 100%. بس مش عارف هم بياخدوا الهدف بتاع كهربا، خدوا 4 دقائق عشان يشوفوا الهدف صحيح او مش صحيح، تسلل او مش تسلل، لمسة يد ولا مش لمسة يد، وفي الاخر حسبوه زي ما هم عايزين تسلل. برضك في هدف موديسك اخذ بتاع 3 دقائق عشان يراجعوا الهدف، مع ان قدامه شاشه وقدامه تلفزيون، يعني في لمح البصر المفروض هو يراجع الكوره، المفروض ما يخش 3 ثواني او 4 ثواني. وشفنا كلنا في هدف ريال مدريد اللي صعدوا، الناس كلها كانت مفكراها تسلل وهو مش تسلل، والهدف اتحسب لريال مدريد.
يعني اتمنى التوفيق لريال مدريد طبعا، يفوز بالبطولة ان شاء الله. واتمنى للاهلي، لان دول اكبر فريقين في العالم، الاهلي وريال مدريد، لان هم نادي البطولات سواء الاهلي او ريال مدريد. اتمنى لهم الفوز هم الاثنين ان شاء الله. الاهلي المباراة الشوط الثاني قلب المباراة قفشي، لما نزل قفشي مايسترو حرك نص الملعب، حرك المهاجمين، بيجي يوصل الكرة صح يعني. بس هو كله يعني وجهة نظر المدرب. وفي الإعلام ناس يعني بتقوم اللعيبة على المدرب في مصر، عاد المدرب النادي الأهلي يقول لك قفشة ما لعبش ليه الماتش اللي جاي. كل مباراة ولها ظروفها، والمفروض ما فيش أي لاعب يزعل. دي وجهة نظر المدير الفني. زي لما أنت تبقى شغال في شركة، في ناس بتترقى وبتوصل، وفي ناس تبقى قاعدة زي ما هي مكاني. اللي بيتمرن صح وبيشتغل صح وما بيعملش مشاكل أكيد هيبقى يلعب في الملعب. أما أي لاعب بيعمل مشاكل أكيد مش هيبقى في النادي الأهلي. ودي سياسة النادي الأهلي، ودي أسلوب النادي الأهلي. إن شاء الله الدوري بتاع النادي الأهلي وبتاعني. أتمنى الإدارة بتاعت النادي الأهلي تتكلم على التحكيم، لأن التحكيم زودهي، يعني تحكيم فاسد ومنحط. أتمنى عبد القادر يرجع يلعب الماتش بتاع الترجي، يلحق المباراة بتاع الترجي. هتكون قوة ضاربة لو وقف الشناوي، لأن الشناوي محمد الشناوي حارس مرمى أفريقي الأول، حارس مرمى المنتخب الأول. أي نعم مصطفى شوبير أدي أداء محترم وجيد، لكن برضك الشناوي قوي. لما يبقى في الشناوي في الملعب بيدي دفعة معنوية للاعبي، تبقى اللعيبة لاعبي بأمان. وأتمنى في مباراة النهائي يبقى عبد المنعم وياسر هما في الملعب، لأن هما اتنين فاهمين بعض، هما اتنين بيلعبوا بالهد كويس، يبقى هما اتنين قلب الدفاع. إن شاء الله الفوز من النادي الأهلي مباراة الترجي. متنساش تعمل اشتراك للقناة ولايك حتى يصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.